ازيكم يا جماعة؟ ما تعرفوش ان البطل بتاع حدوتة النهاردة بطل في الرقص، وكل الناس بتحبه وبتحب رقصه، مبسوطين بيه جدا ونفسهم يبقوا زيه. طبعا هو طبعا مكسوف من نفسه ومكسوف من لبسه اللي مقطع شوية، بس هو كان نفسه في فلوس عشان يعرف يجيب لبس تاني. رجع لمامته وقال لها: احنا يا ماما ما عندناش اي اكل وما عندناش اي هدوم، انا هدور على الفلوس اللي هاخدها واروح اشتري هدوم جديدة عشان افضل بطل زي ما انا. راح على طول، راح جاب اكل زيه زي اصحابه، طلب كل الاكل اللي نفسه فيه. كان اكل غالي وبس حلو. كل الناس قعدت تصرف وتدفع الفلوس بتاعتها، وهو كان معاه فلوس هو كمان عشان ياكل. هو كان مبسوط ان هو يصرف ويعيش زي اصحابه. ومامته لما جت البيت ما لقيتش فيه فلوس في البيت، قالت له: في حد جه اخد الفلوس اللي في البيت؟ قال لها: لا لا، انا اللي اخدتها. وقعد فرحان بنفسه وعمال يلعب. مامته طبعا هي اللي شايله الهم، مش عارفه هتجيب فلوس تاني ازاي ولا منين. قالت له: ممكن تاخدني معاك اروح الشغل؟ قال لها: ماشي، بس انا مش هعرف اجي اخدك، اوكي؟ ممكن فلوس بقى؟ راحت مدياله بقيه الفلوس اللي معاها. هي كده مبقاش معاها اي فلوس، بس عايزه فلوس. قعدت تشتغل كل الشغلانات. هو طبعا الولد مش عارف هي بتتعب ازاي عشان تجيب الفلوس، وعمال هو يصرف يمين وشمال ويشتغل في مسابقات الرقص، وكل الناس طبعا مبسوطة ان هم مع بعض. بس هو ما عندوش هو ان هو يقدر يصرف زي الناس التانية. الام بقى عمالة تشتغل وتتعب في كل الشغلانات. يقول لها الراجل: انتي تعبانة عايزة تروحي؟ تقول له: لا لا، انا هكمل شغل. طبعا هي عايزة تكمل شغل عشان تعرف تجيب فلوس لابنها، بس ابنها بيصرف الفلوس يمين وشمال بسرعة جدا، أسرع من الوقت اللي هي بتعرف تجيب فيه الفلوس، ويخش مسابقة الرقص مع زمايله. وطبعا هو كان أحسن واحد بيرقص، كل الناس كانت مبسوطة منه وبتديله أعلى الدرجات. عنده منافس واحد طبعا، بس هو كان أشطر من أي منافس. طبعا إن في ناس ما بتعرفش ترقص خالص زي ما انتوا شايفين. لو انتوا شايفين إن في حد يستحق ياخد درجة أعلى، يا ريت تقولولنا. وطبعا وصل للنهائي بطلنا النهاردة مع البطل التاني اللي لابس آخر شياكة. طبعا بطلنا النهاردة عمال يقول: أنا لازم ألبس كويس زيه عشان أعرف أنافسه في الدرجة بتاعته. الموضوع مش منافسة في اللبس، الموضوع منافسة في الشطارة والأداء، وكمان تحمل المسؤولية. ازاي يتحمل مسؤولية ويعرف ياخد باله من مامته اللي شقيانة وتعبانة طول النهار في كل الشغلانات عشان تعرف تاخد بالها من ابنها، والمدير وصلها البيت عشان هي كانت تعبانة وابنها ما كانش قادر يجي ياخدها من الشغل. هي قالت له: معلش يا ابني، ده الأكل اللي متاح. قال: لا لا، أنا مش هاكل في البيت عندك. راحت الأم تعبت جدا عشان تعرف تجيب له أكل تاني، وهو بقى فرحان بالأكل ولسه ما يعرفش إن مامته هي اللي بتاكل الأكل القديم بتاع الأيام اللي قبل كده. هو كان نفسه يجيب لبس جديد عشان المسابقة، ومامته قالت له: أنا مش هضمن إذا كنت هعرف أجيب لك هدوم جديدة ولا لأ. راح الولد لما زعل، مامته ما هنش عليها زعله وقالت له: ما تقلقش، أنا هعرف أتعب وأشتغل عشان أجيب لك الهدوم الجديدة اللي أنت عايزها. هو ولا فرق معاه ولا سألها إزاي بتتعب عشان تجيب الهدوم. هو كل اللي عايزه، عايز الحاجة اللي هو عايزها: هدوم، لبس، أكل، اللي هو عايزه. حتى دروس الرقص هي كمان اللي بتدفعها له. هو عمال يتمرن على الرقصة الجديدة مع أصحابه ومش واخد باله إن مامته مرهقة جدا وتعبانة وعايزة حد يريحها. دي حتى اشتغلت مع شركة الزبالة، كل ده عشان تعرف تاخد بالها من ابنها. الراجل اللي كان شغال معاها في المطعم قال لها: انتي ليه بتعملي ده؟ قالت له: معلش، انا هشتغل شوية عشان خاطر اجيب لابني الهدوم اللي هو عايزها. وفعلا قدرت تجيب له الفلوس بتاعت الهدوم اللي هو عايزها، بس هو كمان ما كانش عاجبه. هي طبعا اول ما اديته الفلوس وقعت من طولها من كتر التعب، والولد عرف يختار الهدوم اللي هو عايزها اللي مناسبة للمسابقة. وهو قاعد بقى راح حد على أصحابه وراهم الهدوم الجديدة، قال لهم: ايه رأيكم كده ينفع أشتغل في المسابقة بالهدوم اللي أنا عجباني دي؟ وكل الناس طبعا كان عاجبها هدومه. ما هي هدوم حلوة وغالية، بس كل حاجة ليها تمن، والتمن كان مرض أمه الغلبانة.
راحت المستشفى والولد كان عمال يعيط، حاسس بالذنب طبعا إن هي طبعا كل عضمها واجعها. والدكتور قال له دي هتحتاج ترقد معانا في المستشفى شوية، دي واضح إن هي اشتغلت زيادة عن اللزوم. الولد بص في الفاتورة بتاعت المستشفى وقال وأنا أجيب منين كل الفلوس دي كلها؟ فقرر إن هو يبيع الحاجات اللي هو اشتراها ويرجع تاني يشتغل في مكان مامته. قال له معلش يا عم، ممكن تشغلني مكان مامتي؟ قال له ماشي، أنا عندي فكرة، أنت ممكن تشتغل بالموتوسيكل بتاعك ده عامل دليفري. طبعا هو كان عمال يوصل الطلبات لكل الناس وكله كان فرحان بالطلبات، بس هو كان بيشتغل مكان مامته عشان يلم شوية فلوس يعالجها بيها. واضح إن تمر فيه التربية وإن هو كان ابن كويس وكل حاجة، بس كان ناقصه قرصة ودن صغيرة عشان يفوق لنفسه. الولد رجع وراح لمامته قال لها ما تزعليش مني، أنا مش هسيبك تشتغلي تاني. وراح أصحابه كلموه قالوا له يلا عشان المسابقة هتبتدي. قال له لا لا أنا مش عايز أروح. هو طبعا كان نفسه يروح المسابقة، بس وراه شغل ووراه حاجات كتير، مش هيقدر يروح على المسابقة ويسيب مامته أو يسيبها من غير فلوس. هو طبعا عرف يخلص كل الشغل اللي وراه بسرعة على قد ما قدر، وراح غير هدومه جري على المسابقة. لا ده ما جريش على المسابقة، ده جري على مامته. برافو عليك. قال لها ماما أنا ممكن أروح المسابقة؟ راح المسابقة فعلا، وأول ما دخل شغلوا له المزيكا وابتدى يرقص على طول. هو عمال يختبر نفسه قبل ما الناس تبتدي، وطبعا بيحلم بإن هو يفوز بالمسابقة ويحلم بالفلوس الكتير اللي هتيجي. أول ما جه بقى مسابقة الديسكو كانوا عاملين فيها إن هو هيكسب ولا مش هيكسب، والآن التحدي النهائي بين بطلنا والبطل التاني. طبعا كل واحد طلع كل المهارات اللي عنده، وكل واحد شاف أعلى حاجة يقدر يعملها. البطل التاني ادى لولب جامد جدا، والبطل بتاعنا لسه مش عارف هيعمل ايه، بس هو كمان كان عمال يرقص رقص جميل جدا. ايه ده؟ البطل التاني حس ان هو هيخسر، وفعلا بطلنا بيعمل حركات محدش شافها قد كده، والكل اتفاعل معاه واداله 10 من 10. اخيرا البطل بتاعنا كسب المسابقة. الولد التاني ده اخد بس نص درجة فرق، بس معلش بطلنا يستاهل. وطبعا اول حد جري عليه مامته.